لعبي احفظ اسم لعبتي ايه، احفظ اسم الضربه كويس، احفظ المجموعات اللي باخدها. ماشي يا شباب؟ المجموعه دي مهمه جدا، مهمه جدا في الماتش. ماشي؟ طب بالعكس كده طول الماتش ممكن اغير لك المجموعه، اقرا دماغي اللي قدامك الاول ايه، احفظ المدرب اللي قدامي بيلعب ازاي. ماشي؟ في الجوله الاولى مثلا او في نص الجوله الاولى اعرف المدرب شغال ازاي او شغال على انهي مجموعه، او ممكن يحط مجموعتين ثلاثه في نفس اللعب. ممكن اللاعب اللي قدامه بيلعب عشوائي من غير ما المدرب يقول له يعمل ايه، او المدرب يقول مثلا اعمل كذا بس هو مش شغال تبع مدربه. اداره المباراه غير التدريب، غير اللعب خالص جوه الملعب. ازاي اعرف احول المباراه من خساره لمكسب، وازاي اخلي المباراه بتاعتي ماشيه شغاله على طول نقط فرق بينه وبين المنافس. اول حاجه عقليتك انت، سامع الكلام من المدرب بتاعك. ماشي؟ كابتن ما قالكش العب كذا وانت مصمم على لعبه عايز تلعبها. شايف الكابتن شايف بره اللي انت مش شايفه جوه، يعني انت شايف جوه اللاعب مقفل مش عارف تخش له ازاي، بس الكابتن بتاعك شايف اللاعب هيخش لعبه ازاي. ماشي؟ اسمع كلام مدربك في اللعب. قال لك العب ده وخسرت هو اللي هيشيل مسؤوليته. اسمع كلامه في اللعب. خلاص يا شباب؟ وركز على كل مجموعه بتاخدها. المجموعات مهمه. هاخد الاول ضربات متفرقه. الناس الجديده دي هناخد ضربات متفرقه زي مثلا فرونت وقفنا على كده، جاب وقفت على كده، كروس وقفت على كده، بعد كده اجي احطهم في جمله جاب كروس فرونت لو كيك، عملت مجموعه صح؟ فلازم احفظ الحاجات دي الاساسيات بتاعتي. الناس لسه جايه جديده، الناس لسه جايه جديده، اسم لعبتك اسمها الكيك بوكس. اسمها ايه؟ اسمها كيك بوكس. ايه هي الكيك بوكس؟ لما يجي حد يسالني ركل ولكم، ركل ولكم، ايد ورجل، 50% ايد و50% رجل. بلعب جاب كروس لو كيك، انا قسمت اللعبه على نصين ايد ورجل. ماشي يا شباب؟ جوه اللعبه دي بتاعتي فيها كذا ستايل، فيها كذا ستايل، فيها كذا ايه؟ ستايل، 7 ستايلات. انا بلعب منهم انا 4، انتوا كاسيت ده بلعب منهم 4 ستايلات. اول ستايل بتاعي اللي هو ايه؟ الكيك لايت. اللي هو ايه؟ الكيك لايت. الكيك لايت ده بلعب فيه تحت الحزام اللي هو في الفخذ، الضربات تحت الحزام في الفخذ وبوكسنج، واللي هي ضربات مسموحه فوق في البطن وفي الوش. ماشي؟ فهمنا؟ الاسلوب الثاني اسمه ايه؟ لايت كونتاكت، اللي هو بيتلعب الكيك لايت ده بيتلعب بشورت. اللايت كونتاكت بيتلعب ببنطلون سروال طويل. ماشي؟ ضرباتك كلها فوق الحزام، ممنوع اضرب تحت الحزام خالص. ليا حاجه واحده بس، تعالى. ليا حاجه واحده بس، واللي بيلعبها هو الفنان اللي هو يقدر يلعبها صح. ليا ضربه اسمها كنسه من تحت محسوبه في الفول كونتاكت او في اللايت كونتاكت او في البونت فايت. البونت فايت بتلاقي الكنسه كده كده، تاخد الحته دي. فاهمين؟ ليك مسرحه ليك الضربه دي تحت. وفي الكيك او في اللايت كونتاكت تهيألي ممكن لسه مش تعرفوا الحاجه دي. صح؟ ليك في اللايت كونتاكت الكنسه دي. ممكن العب وراها هوك ليفت، العب وراها ابر كات، العب وراها راوند. فاهمين؟ يبقى الاسلوب ده ضرباته كلها فين؟ في البطن وفي الوجه. والاحسن ليا في الوجه، ضربات الوجه بنقط ابيض. ماشي يا شباب؟ اسلوب الكيك لايت كل الضربات بالايد او بالرجل تحت في الفخذ في اللو كيك او في البطن بنقطه واحده. الضربات فوق في الدماغ من وضع الثبات بنقطتين. لو وضع حركه متحرك وضربه فنيه تاخد عليها 3 نقط. ماشي؟ البولت فايت نفس الطريقه. البولت فايت بيختلف عن الاساليب الثانيه. بيختلف ازاي؟ انا بلعب مجموعه والحكم بيوقف بيديك على الضربه الصحيحه بتاعتك، سواء جت في البطن لكمه او جت في البطن لكمه، بالوش لكمه او بالرجل بالوش لكمه، بيديك النقط بتاعتك على الضربه الصحيحه. في البولت فايت اول ما بتوصل الضربه صح الحكم يروح موقف يحسب لك النقطه ليك او الخصم اللي قصادك. فاهمين؟ اللعب بتاعه برضه ببنطلون اللي هو السروال الطويل. فهمنا؟ دي عندي حاجه اسمها الميوزيك فورم، احنا ما بنلعبهاش. ماشي؟ هي عباره عن ايه؟ عن اساليب. اساليب ستيك، اساليب وقت، حاجات تعرفها. الثلاث اساليب التانيين على الحلبه. ممكن تلعبهم امتى؟ لما يكون عندك ماتش احتراف. ممكن تلعبهم امتى؟ في فرق بين الحلبه والبساط. البساط لايت، حاجه خفيفه، الحلبه قوه، ضرب قوي جدا. اللي هو مواليد 2009 2010 2007 2008 الكلام ده كله. بيلعب ضرب جامد، ممكن تقع ابيض، ممكن تحصل تدمير، الكلام ده كله. انما السن تحت مواليد 2011، السن تحت مواليد 2011 لعبوا لايت، لعبوا لايت خفيف، ما ينفعش تسيب الخصم. لو سبت الخصم والدكتور اثبت ان انت الضربه صحيحه، انت اللي بتخسر الماتش. هو ما بيلعبش وانت ما بتلعبش، انتوا الاثنين بتطلعوا من الميزان، الا لو هو سامحك وخليك تكمل انت مكانك. فهمنا؟
دي الاساليب بتاعتي. اسلوب الحلبه عندي حاجه اسمها لو كيك. اللو كيك هو الكيك رايت على الارض. اللو كيك هو الكيك رايت على الارض، بس فوق قوه وتحت ضعف. العب دايت سريع، عايز جيم سريع. الفول كونتاكت فوق هو اللايت كونتاكت تحت، ماشي؟ بس هنا لايت برضه خفيف فوق قوه، ماشي؟ عندي اسلوب اسمه كي 1. ده بقى الاسلوب ده انت ممكن تلعبه شبه احتراف على الحلبه. لما يكون عندك ماتش احتراف، ماتش الاحتراف بيختلف عن بطولات الكيك بوكس. يبقى ليك استعراض داخل بموسيقى وداخل بمشايه مثلا، ويدخل لك موسيقى، بينزل لك بوستر على السوشيال ميديا، بينزل لك بوستر في المكان اللي بتلعب فيه، يعمل لك شغل جامد قوي، يعمل لك شغل جامد قوي، بيشهرك. انتشار الاحتراف بتبقى اقوى من اللعب بتاعك. لو مثلا عندك لعبه قفص برضه الماتش ده بيعمل لك شغل، بيعمل لك فيه جامد قوي، يطلع لك اسم. فاهمين؟ فانا بلعب في قفص او على الحلبه لما يكون عندي ماتش احتراف بلعب بقوه، بقع قاضيه. فاهمين يا شباب؟ فهمنا الفرق بين البساط والحلبه؟ فهمنا اسماء ضرباتنا؟ طيب اخر حاجه هنشرحها اللي هو ايه؟ الادوات الشخصيه بتاعتي. ايه الادوات الشخصيه بتاعتي؟ الفاز، الورقلم، النوز جارد، الهيد جارد، الشيب جارد، البنداج اللي هو الضغط الضغط. فهمنا؟ دول ادواتك الاساسيه بتوعك وانت بتتمرن بيها. خلاص يا شباب؟